إذا فريق النجوم كما تعلمون هو حامل اللقب في السنة الماضية، كان هو الذي أحرز اللقب على حساب فريق الشباب في مقابلة يتذكرها الجميع. فريق النجوم كان يمني الناس صراحة بالاحتفاظ أو للاحتفاظ بلقبه هذه السنة، ولكن الظروف لم تسعفه. صراحة قدم مقابلات شيقة وكبيرة، ولكن المقابلة في نصف النهائي اصطدم بفريق قوي ويتعلق الأمر بفريق الرجاء، وكانت مقابلة تكتيكية وقوية جمعته بفريق الرجاء، والحظ كان فيها لصالح الرجاء وفاز بهدف ل0. فريق النجوم يضم بين صفوفه كما تعلمون يعني مجموعة من اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم عميد الفريق وحارس المرمى المتألق عبد الرحمن الفلالي، وأيضا عبد الصمد الحمزاوي ومعاد الحوات، والمتألق الصغير واللي قدم إضافة صراحة سي يوسف الكحل. بالتذكير يوسف الكحل كان هو الفائز بأحسن لاعب في النسخة الماضية من دوري رمضان، وأيضا سي محمد مبروك والحسين بن كروم المعاشي، سي معاشي عبد الكريم المدافع الصلب، ومحمد خلدون المدافع الصلب أيضا، وحرور الحسين وإبراهيم الحمزاوي والتيم القريوبي وأيتسيد ياسين والحمزة وزكريا حرورو، واللاعب رقم 9 والمتألق أيت العربي، واللاعب الشجيع رضوان، واللاعب حرورو عبد الرزاق. وصراحة تشرفت بالاشتغال مع واحد من الأطر اللي صراحة قدموا الإضافة بفريق النجوم، ويتعلق الأمر بسعيد الفاضلي. إذا تفضل سي ميسي في القابك، فكان في هذه اللحظة يتسلم عميد فريق النجوم عبد الرحمن الفيلي كأس المرتبة الثالثة تحت تصنيفاتكم واغلى بطولاتك يا يوم. ميسي اتدلع قدر منحهم انقذهم فرحهم شي لأن هنيئا لفريق النجوم على إحرازه للمرتبة الثالثة عجبة واستحقاق صور تذكارية لفريق النجوم. وإذا السيد رئيس سرية الدرك الملكي المحترم يتفضل. واكيد ان فريق الرجاء والاكيد كانت هناك لمسه يعني للاعبين المنتدبين لتعزيز صفوف فريق الرجاء. وفريق الرجاء كما تعلمون يقوده الحبسي كمدرب والمساعد عبد الاله بلحو. وصراحة فريق الرجاء كما قلت يضم بين صفوفه صراحة واحد أعتبره من أحسن لاعبي وسط الميدان في هذا الدوري، ويتعلق الأمر بسعيد تمرخضر. صراحة قدم إضافة كبيرة لفريق الرجاء في هذه السنة، وايضا هلالي اللاعب رقم 9 بفريق الرجاء صراحه، وفرح صفر ايضا صراحه قدموا اضافه كبيره لفريق الرجاء، وايضا حارس المرمى المتالق عمر، واعتبر واحد من احسن المدافعين يتعلق الامر بمفتاح البحر موسى البحر.
وايضا الجناح السلطي، وايضا القائدي المدافع الصلب ايضا، واللاعب باباليما، اللاعب باباليما اسم باباليما، اللاعب باباليما منعم ايضا يعتبر من افضل اللاعبين. واكيد يعني اعتذر ممن لم اذكر اسماءهم. اذا لحظات تاريخيه لفريق الرجاء بمناسبه تتويجه بالمرتبه الثانيه في هذا شكرا. فريق النهضه، وبالفعل الانتدابات كان لها وقع كبير على فريق النهضه وقدموا الاضافه. صور رائعة ورائعة جدا لفريق نهضة تزروت الذي فاز عن جدارة واستحقاق بلقب دوري تزروت في هذه النسخة تحت قيادة المدرب المحنك يوسف جبور ومساعده سكوري إدريس. وصراحة أعتبره واحد من أفضل اللاعبين الذي أنجبتهم جماعة تزروت. وايضا القائد والكابتن محمد الحمزاوي، وحارس المرمى المتعلق مبكر الزواوي، وفيصل درفون جبور عبد الرزاق، وسعيد سكوري الجناح الطائر، خليص وجبور ايضا، والمتعلق والحارس المدافع الصلب يوسف سكوري، وهداف الدوري عن جدارة واستحقاق. ويتعلق الامر باحمد المعاشي والسكوري مراد سكوري، وايضا باباليما الملقب بليما صراحه اللي قدم اضافه واعتبره واحد من افضل اللاعبين خلال هذا الدوري. وجواد المدني صراحه كان لهم الاضافه، والهداف واللاعب رقم 9. ويتعلق الامر بمحسن عيد العربي ورئيس الفريق بين سكوري. صراحه نشكرهم على الروح الرياضيه التي ابانوا عليها طيله الدوري، وكانت فعلا طاقم اشتغل بشكل جيد من اجل الفوز، وكان لهم ما ارادوا. فهنيئا لفريق النهضه. ونادي على السيد قائد قيادة تبكلوت المحترم، والسيد رئيس جماعة ترابية المحترم، والسيد ممثل المجلس الإقليمي المحترم، والسيد رئيس سارية الدرك الملكي المحترم، والسيد قائد القوات المساعدة المحترمين، لتسليم الميداليات وكأس البطولة لفريق نهضة تزروت، وأن يعني يتشابه مع فريق الفائز هذه السنة بعصبة الأبطال الأوروبية. ويتعلق الأمر بفريق السماوي فريق مانشستر سيتي. وأكيد أيضا نتقدم بالشكر الجزيل المشتركة في هذا الدوري، ونشكرهم على الروح الرياضية. الدوري مر في أجواء رياضية، أكيد كانت هناك بعض المناوشات، ولكن دائما تدخل في إطار كرة القدم ولن تتجاوز حدود الروح الرياضية وحدود البقاء. والدوري يعني صراحة توج هذه السنة بهذه الأمسية الرائعة، الأمسية الفنية والأمسية الرياضية أيضا، تكريما وتتويجا للفائزين والفائزات. والآن اللحظة التي ينتظرها الجميع. أحد الأصوات في القاعة فكيف لا تضع في وجه بطولته وأحد الصوت
نبيلة وجميلة جدا، لحظات تاريخية ولتذكير إذا مدرب الفريق يحمل كأس البطولة، كأس دوري عيد الأضحى المبارك. من لحظات جميلة، لحظات تاريخية تخلد كرة القدم التصويتية، وهذه الأمسية أكيد ستخلد، وهنيئا من جديد لفريق نجوم تزروت وفريق نهضة تزروت بهذه المناسبة، مناسبة الفوز بلقب الدوري. تجربة صور تذكارية تبقى في التاريخ واشياء. هذا الفريق يقدم مقابلات كبيرة وكبيرة، فألف مبروك لنهضة تزروت على هذا الإنجاز الرائع. صور للابتكار هنيئا لنهضة تزروت. إذن قلت كما أشرت ذلك، فريق نهضة تزروت يفوز بالمرتبة الأولى وكأس الدوري عن جدارة واستحقاق. للتذكير فهذه الأمسية تحتضنها ساحة محمد السادس للمحلل. هذه الساحة أطلق عليها ساحة محمد برا